يرى عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق أن نادي الزمالك ومجلس إدارته أصبحوا متخصصين في إيجاد المبررات لأي خسارة أو أزمة يمر بها النادي، ولن يتقدم الزمالك خطوة للأمام طالما يبحث عن مبررات. يؤكد عبد الرحمن أن مجلس الزمالك أصبح متخصصا في إخراج الجماهير خارج الملعب وإيجاد المبررات، وهذه أكبر مشكلة تواجه النادي وأكبر من المشاكل المالية الموجودة حاليا. أنفق نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي أضعاف ما أنفقه مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تعاقد مسؤولو الأبيض مع العديد من اللاعبين بمبالغ مالية كبيرة جدا، ولم يحقق الاستفادة المطلوبة من بيع لاعبيه السابقين. ما تم إنفاقه في الزمالك كان أكثر مما تم تحصيله، على عكس إدارة النادي الأهلي التي حققت أرباحا كبيرة من بيع وشراء اللاعبين الكبار الذين يحققون مداخل كبيرة للنادي. يتعاقد الأهلي مع اللاعبين مميزين من أجل تحقيق البطولات وزيادة موارده المالية والحفاظ على الريادة، لكن نادي الزمالك يتعاقد مع صفقات لكي يحافظ على التواجد في المنافسة فقط. ينصح عبد الرحمن المشجع الزملكاوي بمراجعة أرقام المباراة واستحواذ الأهلي وكم الركنيات التي حصل عليها الأهلي مقارنة بالزمالك، لكي يعرف أن المشكلة ليست في الحكام كما يصدر لهم. أثبت أحمد سيد زيزو في نهائي السوبر المصري أنه معدن لاعب كبير ولا يتأثر بالضغوط، وشخصيته قوية جدا، وليس سهلا أن يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد كل هذه التجاوزات التي حدثت ضده. لا يمكن لوم زيزو على موقفه مع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، لأنه كان محرضا للجماهير ضده وضد والده. أحمد سيد زيزو ليس ملاكا لكي يتحمل كل هذه البذاءات ولا يصدر منه أي رد فعل، وبدلا من مهاجمته إعلاميا يجب أن يشاد به لأنه لم يتجاوز أو يشر بأي إشارة بذيئة للجماهير. كان زيزو يواسي الجميع في نادي الزمالك بعد المباراة سواء جهاز فني أو لاعبين، وموقفه كان مع نائب رئيس الزمالك فقط، وهو لم يقبل أن يصافح من تسبب له في مشاكل وإساءة لأسرته. يعد ياس ثورب محظوظا بتدريب النادي الأهلي في ظل هذا السكواد الرائع وهذا الدعم الكبير من الجماهير، ولو استغل الفرص فسيحقق نجاحات كبيرة جدا، وسيصنع له النادي الأهلي اسما كبيرا مثلما فعل مع كولر وجوزيه وموسيماني. هناك تطور ملحوظ في أداء الفريق في المباريات الأخيرة. عودة الشحات وإمام عاشور من الإصابة ستفرق بشكل كبير مع المدرب، وكذلك بعد التعاقد مع مدافع قوي وظهير أيسر مميز. ينتظر رضا سليم بفارغ الصبر مواجهة الأهلي في دور المجموعات من دور الأبطال لإثبات قدراته، على أمل أن يقنع مسؤولي الأحمر بمستواه وعودته للفريق بنهاية الإعارة وعدم بيعه نهائيا. يطلب الأهلي حضور جماهيره بالسعة الكاملة في استاد القاهرة في مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري، وينتظر موقف الجهات الأمنية. يفرض الأهلي سرية كبيرة جدا على تحركاته في ملف المهاجم الجديد حتى لا تحدث مبالغات في المطالب المالية، ويحسم الفريق صفقة مميزة في هدوء تام. تؤكد تقارير صحفية أن الأهلي يستعد لرفع عرضه لتجديد عقد أليو ديانج ل1.5 مليون دولار سنويا لإقناعه بالتجديد، وذلك في ظل امتلاك اللاعب المالي عروضا خارجية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويا بعد تلقيه اتصالات عديدة من أندية سعودية. يعد ولي صلاح الدين مروان عطية بتعديل عقده الفترة القادمة، ويطالب اللاعب بإغلاق ملف الرحيل في يناير تماما لحاجة الفريق لجهوده. هناك إشادة كبيرة من محلل الأداء بالمدير الفني للأهلي الذي جعل الجبهة اليمنى للفريق الأحمر أحد أهم نقاط القوة مؤخرا، حيث نجح الأهلي من خلالها في إنهاء أغلب المباريات الأخيرة لصالحه. يقرر الزمالك الإعلان بشكل رسمي عن عرض حسام عبد المجيد للبيع في يناير القادم، حال عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات معه بشأن تجديد تعاقده خلال الشهر القادم، وذلك خوفا من تكرار سيناريو زيزو. ينفي مصدر مسؤول بالمنتخب الوطني حدوث أي أزمة بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي في معسكر المنتخب بسبب القميص رقم 1 الذي ظهر به أحمد الشناوي حارس بيراميدز في الصور. يؤكد المصدر أن محمد الشناوي قائد ويلعب بعقلية احترافية ولا تفرق معه هذه الصغائر، وأن الحارسين يكونان لبعضهما احتراما وتقديرا كبيرا. سيرتدي الشناوي حارس الأهلي القميص رقم 16 بشكل عادي ودون أي مشكلة. يقدم نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد زيزو بسبب إحراجه لهشام ناصر نائب رئيس النادي ورفضه مصافحته.
تنتقد قناة الأهلي بشدة الإعلام الرياضي في مصر وتؤكد أنها كانت تنتظر أن يخرج الجميع ويشيد بزيزو واحترافيته وأدبه وأخلاقه وعدم رده على كل التجاوزات التي حدثت ضده. طالب إعلام الأهلي بإدانة هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو وأسرته، خاصة وأن لاعبين سابقين صدر منهم إشارات بذيئة مع الهتاف ضدهم من جماهير الأهلي، وكان يخرج نفس الإعلاميين يهاجمون جماهير الأهلي ويتهمونها بالعنصرية. تجعل جماهير الأهلي على السوشيال ميديا من أحمد ودار لاعب الزمالك السابق أضحوك بسبب هجومه على زيزو خلال الساعات الماضية. يدرس والد أحمد سيد زيزو جديا التحرك قانونيا ضد بعض نجوم الزمالك السابقين الذين يظهرون في البرامج وإعلام الأبيض المدلس، وخصوصا من يظهرون على قناة نادي الزمالك والذين يقومون حاليا بحملة ممنهجة لتحطيم نجله. يؤكد الغندور أنه لا يمكن مقارنة موقف زيزو مع نائب رئيس نادي الزمالك بموقف خوان الفينا، فهو لاعب أجنبي ولم يمر على وجوده في مصر إلا 3 أشهر فقط ولا يعرف من المسؤولين على المنصة. يدرس خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي جديا تحريك دعوة قانونية ضد شادي عيسى بسبب الفيديو الأخير له الذي حاول فيه التقليل منه ومن والده الفريق مرتجى الذي شارك في نكسة 67. ينتظم محمد صلاح وعمر مرموش في معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة أوزبكستان في البطولة الودية يوم الخميس المقبل في الساعة 7 مساء. يعلن أحمد حسن مدير المنتخب خوض المنتخب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز بسبب تمسك الأخير بكل لاعبيه ورفضه التفريط في أي منهم. يصطدم منتخب الشباب ورفاق حمزة عبد الكريم وبلال عطية بمنتخب سويسرا في الدور القادم من كأس العالم للشباب بعد الصعود ضمن أفضل ثوالث. يصطدم حسام البدري وأهلي طرابلس الليبي بطارق مصطفى وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا بعد تخطي عقبة الاتحاد في الديربي. يقتعب نادي الهلال السعودي من تمديد عقد كوليبالي للحفاظ على اللاعب السنغالي في ظل رغبة عدة أندية أوروبية في ضمه. يستبعد المنتخب الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة من معسكره المقام حاليا بسبب الإصابة. يؤكد ياسر إبراهيم أنه طبيعي جدا أن ينزعج من استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، وهذا حق مشروع لأي لاعب، لكنه يحترم رؤية الجهاز الفني ولا يمكن أن يكتب أي شيء على السوشيال ميديا لأنه ليس بهذه العقلية. تمنى ياسر إبراهيم مواجهة بيراميدز في نهائي سوبر المصري على حساب الزمالك لكي يحقق اللقب على حسابهم بعد الخسارة منهم في بطولة الدوري في وقت كان يمر فيه الفريق بأوقات عصيبة. يؤكد ياسر إبراهيم أن زيزو لاعب صاحب عقلية مختلفة تماما، وكان يعرف قبل المباراة أنه سيتعرض لتجاوزات كبيرة بسبب غضب الجماهير المنافسة منه، وهو ما جعله يقدم أفضل ما لديه في الملعب. ينصح طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري الشناوي بضرورة العمل على القصور الذي لديه مؤخرا في الخروج من مرماه بشكل خاطئ في الكرات الثابتة، بعدما استقبل هدفا أمام بتروجيت وهدفا أمام الزمالك من نفس اللعبة. تم إلغاء هدف الزمالك. يؤكد طلعت يوسف أن ياس ثورب يحتاج إلى العمل مع الشناوي والدفاع بشكل تخصصي للتخلص من أزمة الخروج الخاطئ من المرمى. يؤكد محمد فاروق نجم الأهلي السابق أن عودة إمام عاشور في الأيام المقبلة للمشاركة مع الأهلي قد تكون سببا في إبعاد محمد علي بن رمضان من حسابات ياس ثورب، خصوصا إذا لم يظهر محمد علي بن رمضان بأداء مغاير الفترة القادمة. يؤكد محمد فاروق أنه لو كان هناك لاعب زملكاوي يتمنى أن يراه في النادي الأهلي فهو محمد شحاتة اللاعب الشاب، حيث يعتبره امتدادا لإمام عاشور. بالرغم من التطور الملحوظ في أداء النادي الأهلي حاليا، إلا أن محمد فاروق يرى أن المجموعة الحالية يمكنها أن تقدم أداء أفضل بكثير. يرى محمد فاروق أن أي مدرب محظوظ بتدريب النادي الأهلي، والدليل أن ياس ثورب حقق أول بطولة له مع الفريق بعد شهر واحد فقط من توليه المهمة الفنية، وهذا أمر معتاد في الأهلي. يرى محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق أن غياب الاستمرارية في الفوز هو السبب الرئيسي وراء الأزمات التي يعيشها نادي الزمالك الفترة الأخيرة، وهناك حالة تشاؤم كبيرة تسيطر على جماهير النادي. يؤكد محمد صلاح أن الظروف التي يمر بها الزمالك أقوى من المجلس الإداري الحالي، وأن مجلس حسين لبيب جاء في وقت صعب بسبب تراكم الأزمات منذ المجالس السابقة. يرى محمد صلاح أنه لا يصح انتظار 2 أو 3 من أجل نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي حتى يتوج الفريق بالبطولات، فالجماهير لن تتحمل ذلك. أشار محمد صلاح إلى أن الفترة الماضية شهدت شكاوى من عدد من لاعبي الزمالك السابقين للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، متسائلا من أين يأتي النادي بالأموال في ظل هذه الظروف الصعبة.
يؤكد محمد صلاح أن جودة لاعبي نادي الزمالك في الوقت الحالي أقل من المستوى المطلوب، موجها رسالة لهم: لو مش عارفين قيمة نادي الزمالك ارحلوا. يحذر محمد صلاح من أن الفترة القادمة ستكون صعبة جدا على الزمالك بسبب كثرة الإصابات، مشيرا إلى أن هناك مدربي أحمال يعملون في الزمالك لا يملكون أي فكرة، وهم السبب الرئيسي في كل هذه الإصابات. ينتقد محمد صلاح أحمد عبد الرؤوف بسبب التأليف في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، ويؤكد أن مواجهة النادي الأهلي لا تحتمل التأليف، وأن البداية الخاطئة بتشكيل خاطئ كانت من أهم الأسباب الخسارة.